السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة مهمة جدا جدا، أنصح كل الزملكاويه المحترمين تابع الحلقة من البداية للنهاية، لأن فيها أخبار وكواليس وحصريات بالجملة. ولكن في البداية يا رجالة عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. وحابب أشكر كل الزملكاويه المحترمين، كل زملكاوي محترم، كل الزملكاويه على راسي من فوق واقفين جنبي وقفة أسود، بيدعموني وبيساندوني. فحابب أشكركم وحضراتكم ليكم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي احنا موجودين فيه، وان احنا ربنا يكرمنا ونكمل 41,000 مشترك، وباذن الله باذن الله يعني نكمل ال 100,000 خلال الفتره اللي جايه بعد توفيق ربنا ثم دعمكم لينا. فشكرا لحضراتكم. يلا نبدا اولى الاخبار بالنسبه لجلسه احمد سيد زيزو. امبارح بالليل يا جماعه انتشرت صورة لأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي سابقا وأحمد سيد زيزو، هم ماشيين في حتة كده يعني وعامل زي لغوشة عليه. طيب الصورة دي يا جماعة الخير، عشان ناس كتير بعتت لي الصورة دي بالفعل حقيقية، مش فيك، لا حقيقية ولكن قديمة. الصورة دي حقيقية ولكن مش دلوقتي، دي صورة قديمة. فعشان الناس كلها امبارح قلبوا الوضع كله، اهو زيزو جدد مع الاهلي، اهو زيزو خلص مع النادي الاهلي، امير توفيق خلصها، امير توفيق ولعها. لا خلصها ولا ولعها ولا في الكلام ده كله. اي نعم في مفاوضات مع زيزو، احنا قلنا الكلام ده اكتر من مرة. واي نعم النادي الاهلي هيحفى على زيزو، واي نعم الاهلي بيضغط على زيزو بكل الطرق وكل السبل اللي انت تتخيلها عشان يتعاقدوا معاه ويكون موجود معاهم في كاس العالم للانديه. ده كلام مظبوط مليار المية. ولكن انا بتكلم على الصوره بتاعت امبارح، دي صوره حقيقيه بس مش دلوقتي، دي من زمان، دي من زمان. كان زيزو كان الامير توفيق في احد الاماكن كده، والموضوع يعني ملوش علاقه كان ساعتها بوقتها بانتقال زيزو للاهلي ولا الكلام ده كله. تمام يا رجاله؟ تمام. طيب خلال الساعات القليله المقبله في جلسه ما بين احمد حسام ميدو وما بين والد احمد سيد زيزو والكابتن حسين لبيب والسيد عمرو الجنايني والكابتن حازم امام، بقول لك بالاسماء اهو، من اجل اقناع احمد سيد زيزو بالتجديد واغلاق الملف ده نهائيا. طيب احمد سيد زيزو يا رجال، عشان الناس اللي لو محدش يعرف يعني، احمد سيد زيزو عنده عروض من بره، عنده عروض من مصر، عنده من مصر هنا من اهلي ومن بيراميدز، عنده من قطر، عنده من الامارات، عنده من السعوديه، عنده من كل الدول عروض. ولكن احمد سيد زيزو حتى الان لم يحسم قراره النهائي. خلينا نقول لك خبر مفاجاه، ان احمد سيد زيزو والده بيتكلم مع نادي الشمال القطري ان ابنه يروح لهم في نهايه الموسم فري مجانا ب3 مليون دولار في الموسم. يعني بكام؟ يعني ب150 مليون جنيه ياخدها في الموسم الواحد. ليه؟ قال لك احنا جايين لك ببلاش. انت لو كنت هتشترينا كنت هتدفع كام؟ نيوم السعودي كان عايزنا ب6 مليون دولار، انت مش هتدفع ولا حاجه، هتدينا احنا الفلوس بس، هتدينا احنا الفلوس بس. فده طلبات مين؟ طلبات والد زيزو. العين الاماراتي برضه عايز احمد سيد زيزو، وبيراميدز والاهلي برضه ايه؟ عايزين احمد سيد زيزو. بصوا الجلسه اللي جايه دي بتاعت زيزو مع نادي الزمالك، خد الخبر ده وارميه البحر. زيزو جدد مع الزمالك، يبقى مبروك عليكم، زيزو جدد مع الزمالك وخلاص الملف ده نقفله. زيزو ما جددش، اعرف وتأكد مليون في المية ان احمد سيد زيزو لن يجدد مع نادي الزمالك قولا واحدا. ده قصة احمد سيد زيزو، والجلسة اللي جاية دي هتوضح وهتبين كل شيء. طيب عايز اتكلم معاكم واقول لكم يا جماعة بالنسبة للكابتن احمد حسام ميدو. الكابتن احمد حسام ميدو موجود مع اللجنة اللي هتدير في نادي الزمالك، لجنة الكرة الجديدة. طيب شكل التشكيل الرسمي او اللي شبه رسمي اللي هيتم الاعلان عنه خلال الايام اللي جايه بشكل رسمي عن لجنة الكرة الجديدة، مكونة من الاخ حسين لبيب رئيس اللجنة، والاخ عمرو الجنايني، والاخ حازم امام، واحمد حسام ميدو. دول الاربعة هم اللي هيكونوا موجودين في لجنة الكورة. دول اللي هيكونوا موجودين في لجنة الكورة، ميدو وحازم امام وحسين لبيب وعمرو الجنايني فقط. يبقى محمد ابو العلا بره، هيثم فاروق بره، نادر السيد مع احترامنا الكامل للناس دي كلها ايه بره اللجنه دي. فدول اللي موجودين في لجنه الزمالك. عايز اقول لك ان الدينامو بتاع الناس دي اللي بيجري وبيتحرك وقالوا ويتصل وبيتكلم وبيعمل هو ميدو. تمام يا رجاله؟ فدي لجنه الكره اللي هتكون موجوده باذن الرحمن في نادي الزمالك. عايز اتكلم، الناس كلها
طالعه عماله تشيد بامام عاشور. شفت يا جماعه امام عاشور محترم، امام عاشور راجل يا جماعه يا جماعه. يعني بصوا لما كان بيلعب في غزل المحله امبارح، سجل هدف ضد غزل المحله، عمل كده ما رضيش يحتفل يا جماعه. الراجل كان بيلعب في نادي قديم يا جماعه، ما رضيش يحتفل، والناس كلها عماله تشير شير وبص بصوا، ما رضيش يحتفل اهو واد 100%. انا بسأل سؤال للناس اللي قالت الكلام ده امبارح. لما هو كان بيلعب في غزل المحله وما رضيش يحتفل، اشمعنى لما بيسجل اهداف في الزمالك فاضل شويه ويقلع ملطه في الملعب قدام الزمالك؟ ما مش كده بيلعب في الزمالك؟ مش الزمالك هو اللي نجمه، هو اللي شهره، هو اللي عمله؟ طب امال اشمعنى عند نادي الزمالك ما بيعملش كده؟ انا اسف وحقكم عليا، معلش ما اقصدش، ما بيعملش ليه كده؟ ده قدام الزمالك يعني بقول لك فاضل تركه ويقلع ملطه في الملعب. اشمعنى كده؟ ولكن عشان تعرف ان انت الاعلام المصري اعلام مدلس. لا، اللقطه اللي عملها امام عاشور امبارح دي قلبوا بيها الدنيا، قلبوا بيها الدنيا امبارح. لكن عند الزمالك يقعد يهق ومق ويقعد يعمل لك كده ويعمل وينفخ لك البالونه وحاجات شغل ايه، شغل عيال تافهه، يعني شغل عيال تافهه. طيب، عايز اقول حمزه المسلوسي الراجل ان قبل الاصابه كانت الناس بتكلمه يوميا على موضوع التجديد، وعايزينك يا حمزه تجدد وخلص يا حمزه، وعايزين نقعد يا حمزه. ليه؟ لان حمزه كان عنده عروض من بيراميدز. حمزه المسلوسي بعد ما جاله الرباط الصليبي محدش قال له انت بتعمل ايه. نعم، حمزه المسلوسي بعد ما جاله الرباط الصليبي، الراجل اي نعم سافر عمل عمليه في المانيا ورجع بالسلامه للقاهره، ولكن من بعد ما رجع محدش قال له هتجدد ولا مش هتجدد ولا اي حاجه خالص. وانا عايز اقول لك معلومه من داخل مجلس الاداره. الناس قال لك ان حمزه المسوسي 31 سنه كنسل عليه، هو كده كده عشان يرجع للزمالك تاني، يرجع في يناير اللي جاي، يعني قدامنا بتتكلم في حوالي 9 10 شهور. لا خلاص، اجل حمزه المسوسي دلوقتي او كنسله خلاص. وكده كده الزمالك اوريدي اصلا رفع اسم حمزه المسوسي من القايمه، وحمزه المسوسي ما بقاش موجود في القايمه. تمام تمام. فدلوقتي حمزه المسوسي راجل بيسال طب انا هجدد ولا مش هجدد؟ هتقول لي ما هو لسه قدامه عقده بينتهي بنهايه الموسم، بس الراجل بيسال عشان ابقى عارف. الراجل عمل عمليه رباط صليبي وخايف على مستقبله وعايز يعرف موجود ولا مش موجود والكلام ده كله. فده بالنسبه لحمزه المسلوسي. طيب، عايز اقول لكم على احصائيه مرعبه. نعم يا باشا، احصائيه مرعبه. ايه الاحصائيه دي؟ نادي الزمالك في خلال اخر 3 مباريات قدام بيراميدز والاسماعيلي وفاركو سدد على المرمى 4 تسديدات. نهار ابيض. نادي الزمالك في خلال ال3 مباريات شاط على مرمى الفريق المنافس 4 تسديدات. واحدة قدام بيراميدز، 2 قدام الإسماعيلي، واحدة قدام فاركو. واحدة قدام بيراميدز، 2 قدام الإسماعيلي، واحدة قدام فاركو. 4 تسديدات في 3 ماتشات. ده الزمالك كان بيعمل 6 7 تسديدات في شوط واحد بس. ده اللي يدل على ايه؟ برافو عليكم، على المدرب الكفتجي او السمكري اللي موجود عندنا بيدربنا. كريستيان جروس الراجل في مثل كده بيقول لك ايه؟ بيسوق العبيطه. الراجل في المؤتمر الصحفي امبارح سالوه عن موضوع رحيلك، وفي كلام بيتقال عن رحيلك. قال لك انا لا اتحدث العربيه، ما بيتكلمش لغه عربيه يعني. طب ما احنا عارفين والله ان انت حضرتك ما بتتكلمش عربيه، ما بتتكلم هندي مثلا. قال لك وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص ومحدش بلغني حاجه. هو من الاخر هو جاي ياكل عيش. هو الراجل عامل نفسه بالبلد كده من بنها، مع احترامي الكامل لاخواته وحبايبي واصدقائنا في بنها يعني. قال لك انا ما اعرفش حاجه يا بيه. هو في شرط جزاء في عقده لمده شهرين. هو عارف ومتأكد، ووكيله محمد الحبشي بيعرفوا دبة النملة بتحصل، والإعلام بيتكلم في إيه، وقصة المدربين اللي جايين مكانك إيه، والوضع ماشي إزاي، والكلام اللي بالك فيه ده. تمام تمام. نادي الزمالك مش بيفكر يمشي جروس، لا والله. ده الزمالك بيدور على خليفة جروس. في فرق إن أنا أفكر أمشيك، وفي فرق إن أنا عمال أدور على مدرب بمجرد ما ألاقيه هقلشك أنت. هتقول لي هيستنى الماتش الاهلي. بص، مباراة النادي الاهلي يوم ايه يا باشا؟ يوم 22، صح ولا مش صح؟ صح. النهارده بتتكلم في كام؟ 12. يعني باقي على المباراة كام؟ 10 ايام. على بال ما الزمالك يدور على المدرب ويجيب المدرب ويتفق مع المدرب والمدرب يجي، يكون الراجل المباراة جت وعدت وخلصت. طيب اصلا الزمالك لقى مدرب. الزمالك
ميدو بالاسماء اهو هو اللي بيتفاوض مع اكتر من سي في او اكتر من مدير فني عشان يتولى تدريب الزمالك. من حوالي اسبوع او 10 ايام كان الزمالك حاطط رقم واحد بالنسبه له هو المدير الفني روجيه ميكيلي. ولكن الساعات اللي فاتت اسهم روجيه ميكيلي تراجعت للوراء. ليه؟ ميدو لما اتكلم مع الناس في الزمالك قال لهم ده مدرب منتخبات، ادي رقم واحد. ثانيا ان الاخ روجيه ميكالي ما دربش انديه. ثالثا ان روجيه ميكالي لم يحصل على اي بطوله في حياته. اللي دعم موقف ميدو حازم امام. حازم امام كان موجود مع منتخب مصر في الاتحاد المصري عفوا، وعارف ان اللي فيها يعني. طب ايه اللي فيها؟ روجيه ميكالي شخصيته ضعيفه. ده مش كلام انا على فكره، ده كلام الناس في الزمالك لما سالوا وعرفوا. وحازم امام قال لهم ان موجود في الاتحاد المصري. ومين كان بيتدرب معاه؟ حسام عبد المجيد، محمد شحاته، حسام اشرف المهاجم، محمود جهاد، محمد حمدي. دي كلها لعيبه كان بيدربها مين؟ روجيه ميكالي. فالناس عرفت وتأكدت ان روجيه ميكالي شخصيته ضعيفة، مدرب اوضه اللبس بتفلت منه. وفلتت منه مع شويه، يعني انا اسف في اللفظ، مع شويه لعيبه ناشئين. فما بالك لما يجي يمسك الفريق الاول في الزمالك؟ فقال لك لا، طب خلص، خلي مين؟ خلي روجيه ميكالي على جنب كده. وكمان انا نسيت اقول لك ان روجيه ميكالي عايز يجي ياخد 6 شهور، ياخد 6 شهور مقدم في عقده. ليه؟ عشان الزمالك خايف إن الزمالك يمشيه كل شويه يعني، او يمشوه لما لو حصلت نتائج كده ولا كده يمشي. فالناس في الزمالك قالوا ايه؟ خلاص خليك انت استنى هنا شويه. ميدو تواصل مع جوزيه بيسيرو اللي كان مدرب منتخب نيجيريا ودرب النادي الاهلي فتره، طبعا حضراتكم عارفينه، البرتغالي. ميدو تواصل معاه. ميدو تواصل مع جوزيف زيمبارو. مين جوزيف زيمبارو ده؟ ده مدرب ألماني كان بيدرب فريق الرجاء المغربي وخد الدوري وخد الكاس. وبالمناسبة جوزيف زيمبارو كان مرشح قبل ما يجي جروس للزمالك، ولكن البركة في حسين لبيب، اللي جري راح جاب لك جروس، اللي جري راح جاب جروس. فجوزيف زيمبارو دوت مرشح للزمالك، ولكن جوزيف زيمبارو ده عنده مشكلة. هو بيدرب دلوقتي اتحاد العاصمة الجزائري او شباب القبائل، حاجة نادي جزائري. المهم يعني هو بيدرب نادي جزائري في شرط جزائي كبير في عقده، في شرط جزائي كبير في عقده. فالزمالك قال له لا، خليك هنا، خليكوا بلاش تفارق. كمان الزمالك تواصل مع مدرب برتغالي بيدرب في الدوري، مش عارف في الدوري الامريكي ولا الدوري البرتغالي، حاجه زي كده. ونفس الكلام، المدرب ده عنده شرط جزائي في عقده $1,000,000. فالزمالك قال له خليك هنا، خليك. الزمالك رايح للطيور المهاجره او الطيور اللي بايعه. الاخ باتريس كارتيرو، باتريس كارتيرون حافظ الزمالك شبر شبر، حافظ كل حاجة عن الزمالك. دربنا مرة، لا دربنا 2، وخد معانا بطولة سوبر أفريقيا، واخد معانا بطولات كتير يعني. فالزمالك راح للراجل. الراجل بيدرب حاليا نادي اسمه أصفهان الإيراني، بيدرب نادي اسمه أصفهان الإيراني. ولكن مشكلة باتريس كارترون إن هناك في إيران عارفينه لما كان في الزمالك وبحهم ومشي راح السعودية. فعارفينه إن هو بياع، فمحطوط في عقده إيه؟ $1,000,000 شرط جزائي. مشكلة الزمالك مع كارترون الشرط الجزائي. لو نجح باتريس كارترون ان هو يمشي من نادي اصفهان الايراني بطريقة او اخرى، هيكون موجود في الزمالك. هتقول لي ده سابنا وهرب، ده مشي. اقول لك بص، احسبها زي ما تحسبها، احسبها زي ما تحسبها. والزمالك شغال يبحث ايه اكتر من سيرة ذاتية عشان يجيب مدرب كويس. اترشح الساعات اللي فاتت بيتسو موسيماني. قول لي وجهة نظرك في الكومنتات، انت شايف مين حاليا بالسكواد ده، بالوضع ده، بالظروف دي، مين اكتر مدرب يجي يقدر ينجح مع الزمالك؟ خصوصا ان احنا بننافس في الدوري. بينك وبين الاهلي كام نقطة؟ 4 نقاط. فمش ب3 نقاط، انا اسف، بينك وبين الاهلي 3 نقاط. بينك وبين بيراميدز 4 نقاط. فالموضوع مش بعيد، ده لسه الدوري احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه. تمام. لسه الزمالك هيلاعب بيراميدز والاهلي هيلاعب بيراميدز، ولسه الدوري ولع، والاهلي والزمالك هيلاعبوا بعض، والزمالك هيلاعب بيراميدز والاهلي هيلاعب بيراميدز، لسه دايره يعني، لسه دايره مع بعض. فلسه بدري. فالزمالك عايز يجيب مدير فني يقدر ياخدنا ويطلع بينا لقدام، مش ياخدنا ويرجع بينا لورا. فهنشوف هل روجيه ميكالي اللي هيجي، هل جوزيه بيسيرو، هل باتريس كارترون، هل حد تاني مش مرشح يعني في الصوره يظهر خلال الايام اللي جايه.
كل شيء هيبان وكل شيء هيوضح ان شاء الله. ربنا يكرم نادي الزمالك ويوفقنا ونشوف يعني اللي يصلح يبقى الزمالك يتولى، وربنا يكرم الزمالك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.